ولا ابيك تقول لي رايك اللي انت شفته اليوم ولا عن المباراه الجايه اللي قبلها. ابيك شيء واحد بس، اوصف بدر المطوع. اسطوره. بس انتهى. اسطوره وغصبا على اللي مو عاجبه يعني. بالنهايه بدر مطوع. يعني بدر مطوع احنا دائما نقول فوق التقييم. مو اي احد يحق له يقيم بدر مطوع يعني. احنا شفنا يعني يمكن في ناس اذا اختفوا يبوا يردون يطلعون على الساحه يتكلم عن بدر مطوع يعني. لكن يبقى بدر مطوع هو الثابت والناس كلها تتغير. حتى في بعض الحسابات الاخباريه يعني تبي تشتهر حساب تسوي حساب جديد تتكلم عن بدر مطوع راح تشتهر. وبس. عيدك مبارك. ايامك سعيده. بدر المطوع شو نقولوا فيه اللي قلناه ما يوفيش حق بدر صراحه. ما شاء الله بهذا العمر وبهذا الاداء سبحان الله تلقى مو قليله بس نادره فهمت. والحمد لله احنا محظوظين كنلعبوا مع بدر. بدر لاعب كبير ما يتسنانيش نتكلم عليه ولا الاداء ديالو كيعطي بزاف للفريق الحمد لله. وان شاء الله ما زال تستافد منه القادسيه سنين وسنين ان شاء الله. اختار كلمه واحده بس اوصف فيها بدر. كلمه البدر كلمه بهذا السن اعجاز. اعجاز بهذا السن. عيدك مبارك اسماعيل. الله يحفظك علينا. اليوم فوز القادسيه وثاني ايام العيد اول ايام العيد. اي والله اول ايام عيد وقادسيه. ايام يعني الامور صعبه بس الحمد لله القادسيه خذ المهم والاهم في تاهل المرحله دور ثمانيه في كاس سمو ولي العهد. المباراة كانت صعبة لأن في ظل فريق النصر الله يعطيه العافية في التكتل الدفاعي ولله الحمد بدر قدر يقول كلمة السر ويسجل الهدف وكان الهدف الثاني أيضا ممتع لو من الحكم حسبانه. من حلاوته صح. من حلاوته. خالد متى يعود يلحق المباراة؟ خالد قاعد يحتاج إلى علاج ومتواصل بالعلاج ومكثف علاجه. أعتقد يحتاج إلى وقت والوقت هذا موجود عند جهاز يلحق مباراة دهوك ان شاء الله نتمنى. انا كلي امل ان شاء الله. انا نفسي نفس الجمهور القاسي اتمنى يكون موجود. الجمهور يقول لك لمتى بدر هو المنقذ؟ هذا السؤال مهم. انا قلتها لكم من 2000 ل 2025 اليوم ماكو يعني يظل لاعب في مستواه وفي اداءه وفي عطائه مثل بدر مطوع. بدر قاعد يقدم نموذج رياضي في الرياضة الخليجية والوطن العربي وأيضا الرياضة الكويتية. شفت اليوم يعني أنا قاعد برا كلمني الشيخ فهد قلت له أكو كلاش برا عندنا كلاش وموجود إن شاء الله راح يدخلها وإن شاء الله الحمد لله على بدر الله يحفظه إن شاء الله ويحفظ كل اللاعبين. لو بيتزا راح وأبو نواف موجود مدير فني منتخب الكويت تعتمد على بدر مطوع؟ بدر مطوع كان يفترض للأمانة كان يفترض على الأقل راح يساعدهم في دورة الخليج. وجود بدر معاهم راح يساعدهم ما راح يضرهم بس هم وكيفهم. شيخ مبروك الفوز. واحدة من المباريات اللي كانت صعبة يعني الفوز تأخر فيها لكن مباراة مهم فيها الفوز. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك بعمرك. الحمد لله على الفوز. طبعا مباراة صعبة مباراة كؤوس من خروج مغلوب دائما تكون صعبة خصوصا نادي النصر ما هو نادي سهل بصراحة. كنت شفته كان متكتل دفاعيا واحنا ما سجلنا شوط الاول فطبيعي شوط تتصعب الامور ولكن الحمد لله توفقنا في الشوط الثاني سجلنا جول. عقبها يمكن حصلت لنا ايضا كذا فرصه ولكن الحمد لله فزنا بمباراه. تختلف المنافسات دوري كاس سمو ولي العهد كاس سمو الامير خارجيه ويزال احد ابرز الحلول هو بدر مطوع. طبعا بدر يعني ما قلت بدر انا دائما اقول عنه يعجز عن الكلام بصراحه يعني دائما هو حل موجود عندنا سواء شارك اساسي او كبديل. بدر مختلف صراحه. بدر مختلف. تشوف بدر النيه انه ممكن نهايه العام يعتزل صالح انت شنو تنصحه؟ لا بصراحه ما ودي يعتزل باذن الله يكمل باذن الله انه يكمل. خالد ابراهيم يلحق مباراه دهوك؟ ان شاء الله هذا الامر عند الجهاز الطبي وهو اللي راح يقرر عاد باذن الله انه يلحق ان شاء الله. الله يبارك فيك.